معقول لسه في بنات هيك؟ سبحان الذي خلقك ما أحلاكي. يعني شايفينك اليوم احمر هو يلي طاغي، هل هيدا بيعني بلشت تحضري حالك لكريسماس وعدة حالك بالهديه؟ حلو هالسؤال كتير، سألتيني وأنا رح جاوبك. هلا اكيد بلشت احضر حالي لكريسماس من قبل، يعني على قولة الأنثى أم كلثوم لسه فاكر كان زمان. مش من دلوقتي، لانه نحن هلا كل الايفنتات اللي عم نشارك فيها كلها ايفنتات بتخص العيد. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ واكيد انا بدي استغنم الفرصه لحتى اعيد كل المشاهدين، ان شاء الله اعياد مباركه يا رب. إن شاء الله من تمك لباب السماء، وان شاء الله السنه تكون حلوه وحامله معها قصص كتير ايجابيه وتغييرات ايجابيه وخاصه للبنان. ايه ده؟ ايه الفهم ده والحلاوه دي؟ حبيت اليوم انه نقي الدريس تبعي من عند ديزاينر 24 يلي عنده اكيد مجموعه دريسز لعده ديزاينرز. يا ثلاث ارباعي والربع البقيان يتحسر، شو هالشقفه هي؟ وبوجه تحيه كمان للستايلست مول حمصي، سفقوا له وميك اب وشعر لاتيس افنيو باسكال زوين وديكران دايركسيون. بدك تقولي لي اذا جابوا لك هديه كثير رخيصه رح تتقبليها؟ انا الهديه ما كثير بتعني لي كقيمه ماديه اذا هي غاليه او رخيصه. كش مش عاجبك اللي انا بقوله؟ لا كش ايه كشي مثلا انا هلا ليتس سي حابه غير سيارتي، في حدا يهديني سياره سانتا كلوز وينك؟ شفت لي سيارته شو حلوه؟ حابه تغيري سيارتك لاي سياره؟ هلا هو كريم وانا بستاهل، وكاتمه في قلبك طول المده دي. رح اتركها هو يفكر فيها سانتا كلوز شو بحب يهديني. قروشك بتدفن معك، لازم الواحد يتمتع في الدنيا. متى عمرك. واكيد اكيد اكيد الغالب يرخص لي، واكيد بفتكر هو رح يقدم لي على قد ما انا بستاهل وعلى قد قيمتي. 5. يعني اليوم اذا عاد انت ما تستاهلي اي نوع من السيارات بتستاهلي؟ ما بعرف، يمكن بستاهل ما بقى مازيراتي، لامبورجيني، فراري. بس صراحة أنا ليومياتي هول السيارات ما كتير بيعنوا لي، هيدول بيعنوا لي إنه حلوين من وقت لوقت هيك شي ظاهرة. اللي بيسمعك بيقول كنت تشتغل وزير لا سمح الله. بس ليومياتي وللأكتيفيتيز اللي عنا إياها وقد إيه بنروح ونرجع على الطريق أكيد بدي سيارة براتيك أكتر. بدي سيارة، يعني بدي سيارة هيك تحيونت أنا هلا خلاص قطعبت. انه كمان وتوفري عجقه سير، لانه بتعرفي عجقه السير بتاع تروحي بسياره سبور وسياره كثير مرتبه وكذا وهيك حرام. شو بدي اقول لك يا ثعيب، الله بيطعم الحلاوه للي ماله اثنان. هيدي خرج ايفنتات، بس بدك سياره تكون هينه، وين ما رحت تصفيها وين ما رحت تكبيها ما عندك مشكل. السلام عليكم. أنا من الأشخاص اللي كتير عانوا من هيدا الموضوع، وكل تعبنا يعني تعب 20 سنة راح هيك. زمن ردي. قلتي لنا ما وصلت للمليون دولار انت؟ بلا أكيد واصلة للمليون، بس واصلة للمليون بتعبي بالشقاية. الشغل شغل، الشغل شغل، شو ما كان يكون مو عيب ابدا.